المشكلة التانية بتاعة mothering your partner أو إنِّك أنتِ تتعاملي مع الشريك بتاعِك زي ما بتتعاملي مع ولادِك، هو إن عقلِك الباطن واللاوعي بتاعِك كمان بيبتدي ما يحاسبش الpartner بتاعِك على تصرفاته زي بالضبط ما بتعملي مع ولادِك، يعني أنتِ ولادِك دايمًا بتسامحيهم على أي أخطاء هُم بيعملوها مهما كانت كبيرة، لو ابنِك قتل هتروحي للقاضي تقولي له يعني please سامحه واعفوا عنه وخلّيه يخرج وما تحبسهوش وما تعدمهوش وكل الحاجات دي. فأنتِ اللاوعي بتاعِك بيعمل نفس الحكاية مع الpartner بتاعِك وبيدّي له signals يعني بيدّي له إشارات طول الوقت إنه it's okay إنّك أنت تغلط في حقها، إنّك أنت تقصّر في حق العلاقة بتاعتكم، وما بتبتديش تاخدي بالِك إن هو مثلًا بيكلّمِك وِحِش، إن هو بطّل يستثمر وقت ومجهود في العلاقة بتاعتكم، إن هو ما بيقضّيش وقت معاكِ، إن هو ما بيجيبلكيش هدايا، ما سفّركيش وهكذا. لمّا أنتِ بتبتدي تتعاملي بالطريقة دي والإشارات بتاعة التعامل بتاعِك بيوصل للشخص الآخر الشريك بتاعِك، فبيبتدي يتجاوز حدود. وطول ما فيش حدود فهو بيجرّب زي الأطفال بالضبط لمّا بتبقى وهُم صغيّرين وبيبتدوا عندهم 3، 4 سنين يبتدوا يعملوا لِك اختبار للحدود بتاعتهم، فهو كمان بيبتدي يعمل اختبار للحدود في العلاقة، هو ممكن يغلط لحد فين، وبسبب إنِّك أنتِ خلاص أنتِ متبرمجة على إن هو زيه زي العيال، فهو بتسامحي وبتفوّتي وبتعدّي من غير ما بتقفي وتعملي حدود وتقولي أنا ده مش هاقبل بيه، أنا ده مش كويس معايا، أو إن أنا عايزة حاجة تانية. بتبتدي تتهاوني في حق نفسِك، وبتبتدي تتهاوني في حق العلاقة بتاعتِك، وأنتِ بتكوني متخيلة إن أنتِ كده دي جدعنة منِّك، إن أنتِ سِت كويسة، إنِّك أنتِ ما بتقفيش على الواحدة وهكذا عشان تعدّي الدنيا وتمشّي الحياة وهكذا. بس ده المشكلة إن هو بيفضل يتطوّر، 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 وهيفضل الشريك يتمادى لحد لمّا يوصل لمشاكل كبيرة هترجعي بعديه تسامحيه عليها، هيقل بينكم الاحترام وهتبوظ برضه العلاقة. فالحدود اللي أنتِ بتحطيها من أول يوم في كل حاجة الصغيرة قبل الكبيرة، ده بتحميكم أنتم الاتنين من إن أنتم تقعوا في مشاكل كبيرة بعد كده، بتخلّي علاقتكم صحية، وبتخلّي عندكم حرية إن أنتم تعبّروا عن نفسكم، وتحسّوا بأمان في العلاقة. فلو سمحتِ ما تعامليش جوزِك أو شريكِك على إن هو زيه زي عيالِك، اهتمي بيه اهتمام الست بالراجل، هو موجود في حياتِك زيِّك زيه، وحدودكم أنتم الاتنين لازم ترسموها وتحترموها مع بعض.